عادل تعرابط اللاعب اللي الكرة كانت بين رجليه متعة كبيرة، ولكن بسبب العقلية تاعو ما غادي يدير بها والو، وغادي يطفى من بعد سرعة كبيرة، من بعد ما كلشي كان كيتنبأ ليه بمستقبل كبير. اول حاجه عيد مبارك سعيد، وشكرا بزاف الشباب على الدعم تاعكم. ونبداو القصه تاع عادل ملي بدا المسيره الكرويه تاعو من نادي لانس الفرنسي في سنه 2006، وبالضبط فاش طلع الفريق الاول لهذا الفريق، ولكن ما غاديش يطول معاهم بشكل كبير، وغادي يبين الموهبه الكبيره اللي عنده، واللي كتعتبر من افضل المواهب الصاعده في الدوري الفرنسي. هادشي اللي غادي يخلي بزاف تاع الانديه الكبيره تبغي تتعاقد معاه، ومن هاد الانديه كان الارسنال اللي كانوا قراب بزاف يتعاقدوا معاه، حيت المدرب تاع الارسنال في ذاك الوقت ارسون فينغر كان معجب بزاف بعادل تعرابط، ولكن ومع الاسف غادي تفشل هاد الصفقه، وما غاديش ينتقل عادل للارسنال، ولكن في المقابل غادي ينتقل لتوتنهام. عادل كان لاعب فنان، وكان مازال صغير في ذاك الوقت، كانت عنده غير 18 سنه، وفاش وصل لتوتنهام ومن بعد شهرين فقط من بعد ما غادي يسين العقد معاهم غادي يشارك لاول مره مع الفريق الاول، وهنا غادي يصدم كل شيء بسبب النيفو الكبير اللي عنده والمهاره الكبيره اللي كان كيتميز بها على باقي اللاعبين. عادل غادي يدوز واحد الفتره اللي صغيره اللي كانت زوينه بزاف في المسيره الكرويه تاعو مع توتنهام، ولكن ومع الاسف المدرب اللي كان طايق فيه غادي يمشي من الفريق، وهنا عادل طرابط غادي يلقى راسو ضايع مع مدرب اللي ما كيتفاهمش هو وياه، وهنايا غادي يبداو المشاكل تاع عادل. زائد غادي يبدا يكتشف الحياة الليلية في لندن، وهذا كان السبب اللي ما خلاناش نشوفو نسخة خرافية من هذا اللاعب، حيت غادي يولي كيدير المشاكل بزاف. زائد ما غاديش يبقى منضبط، وغادي يولي كيسهر بزاف. عادل مع توتنهام ومن بعد ما مشى المدرب اللي كان طايق فيه غادي تمشي ليه الرسمية، وغادي يولي لاعب غير مرغوب فيه في الفريق، لدرجة في 3 سنين لعب فقط 15 مباراة. حنا دابا كندويو على موهبة اللي كلشي كان كيدوي عليها في ذاك الوقت، ولكن بسرعة كبيرة غادي تطفى. حاليا عادل عنده دابا 20 سنة، و4 سنين من حياته ضاعت غير هكاك، ضاعت في فابور وما دار فيها والو، وواخا هو كان قادر يدير فيها بزاف تاع الحوايج. هادشي علاش قرر يخرج من هاد النادي ويعاود يقلب على راسو في بلاصه اخرى اللي يقدر يعتق فيها المستقبل الكروي تاعو، وهنا غادي ينتقل فريق كوينز بارك، وهادشي كان في سنه 2009. عادل مع كوينز بارك غادي يلقى المدرب اللي كان كيقلب عليه سنين، هادي المدرب اللي غادي يعطيه الثقه الكبيره وغادي يخليه يلعب كيف ما بغا هو في التيران. المدرب اللي قال لعادل التيران تاعك دير فيه اللي بغيتي، انا بغيت نشوفك كتلعب كره غير في الهجوم، ما ترجع للدفاع ما والو. وهذا الشيء اللي غادي يوقع، عادل غادي يقدم مستوى خرافي مع هذا النادي، وغادي يولي هو العميد تاع الفريق، وفي 44 مباراة غادي يقدر يسجل 19 هدف، وغادي يحط 21 تمريرة حاسمة، يعني في 44 مباراة قدر يساهم في 40 هدف، وفي ذاك الموسم ربح جائزة أحسن لاعب في الدوري بهذا المستوى الخرافي اللي كان كيقدم مع الفريق، وضمن الصعود تاع النادي تاعو للدوري الإنجليزي الممتاز. ولكن ومع الأسف مرة أخرى المستوى تاع عادل غادي يهبط، والسبب هو المدرب اللي كان طايق فيه وعطيه الحرية تاعو في التيران غادي يمشي من الفريق، وغادي يجيو جوج تاع المدربين اخرين، ولكن عادل ما غاديش يتفاهم معاهم نهائيا، وغادي يتحول عادل من اللاعب المدلل في الفريق اللاعب اللي غير مرغوب فيه واللي ما كيقدم حتى اضافه. وهنا بداو المشاكل تاعو مع المدربين، بزاف تاع الصداع والانضباط اللي ما بقاش عند عادل، وبزاف تاع المرات كيدار مع المدربين. وهنا عادل من جديد غادي يحاول يخرج من هذا الفريق، وغادي يمشي لفريق فولهام كاعاره، ولكن حتى حاجه ما تبدلات، والمستوى تاع عادل ما تبدلش، وبقى المستوى تاعو كيهبط بشكل كبير. ولكن في النهايه تاع الميركاتو غادي يجي لعادل واحد العرض من اسي ميلان، هذا العرض كان على سبيل الاعاره مع احقيه الشراء. انا عادل غادي يفرح بزاف بهذه الفرصه اللي جاتو، وغادي يقول هذه هي الفرصه تاعي وخاص ضروري نستغلها ونشد فيها مزيان باش يشريو العقد تاعي، بحكم كيف قلت لكم كان العقد على سبيل الاعاره لمده 6 شهور. وداك الشيء نيت اللي غادي يوقع، عادل تعربت مع الميلان غادي يخرج كاع داك الشيء اللي عنده وتبدل بزاف، ولا لاعب اللي منضبط بزاف وكيخدم من نيتو، وغادي يلعب مع نجوم كبار في النادي، وكانت عنده رغبه كبيره باش يطور المستوى تاعو بشكل كبير ورجع للمستوى تاعو الاصلي. وهذا الشيء بان في اول مباراه ليه مع الفريق، غادي يقدم اداء كبير وغادي يسجل اول هدف ليه، ومن هنا عادل غادي يبدا كيقدم مستوى كبير مع اسي ميلان وغادي يدخل قلوب جماهير الفريق. عادل مع الميلان تبدل بزاف ولقى الراحه تاعو، ولكن كيف عارفين عادل جا على سبيل الاعاره، ولكن المستوى تاعو مع اسي ميلان كلشي كان كيقول باللي غادي يشرو العقد تاعو، ولكن ومع الاسف هادشي ما غاديش يوقع، حيت اداره الفريق اسي ميلان بصح غادي تمشي تتواصل مع اداره فريق كوينز بارك باش يشريو العقد تاع عادل تعرابط بصفه نهائيه.
ولكن اداره كوينز بارك غادي يطلبوا لهم شي شروط اللي غريبه بزاف، وهادشي اللي خلى اداره فريق اي سي ميلان تنسحب من الصفقه ويضيع لاعب اللي يكون كمل مع الميلان. كنا غادي نشوفوا النسخه الخرافيه منه. عادي من بعد ما فشلت الصفقه تاعو مع ميلان غادي يرجع للفريق تاعو كوينز بارك، ومن جديد غادي تعاودوا نفس الحاجه، المشاكل، الاهمال، المستوى تاعو غادي يهبط بشكل كبير، والطموح تاعو الرغبه في لعب كره القدم غادي يمشي، حيت كان قريب بشكل كبير يوقع مع اي سي ميلان، ولكن كلشي غادي يضيع فرمشه عين. وانا عادل غادي يسالي واخا حاول بزاف تاع المرات ينقذ المسيره الكرويه تاعو، ولكن ماشي داكشي اللي كنا كنتسناو منه. عادي لعب حتى في بنفيكا ومع هذا الفريق كان واحد اللاعب اللي منضبط بشكل كبير، كيرجع للدفاع وكيلعب للفريق، ولا واحد اللاعب اللي خاطر، ولكن ماشي داكشي اللي كنا كنتسناو منه، وماشي هذه هي المسيره الكرويه تاعو اللي كان كيستاهل، حيت كانت عنده موهبه اللي كبيره، وكون كان لاعب اللي منضبط بشكل كبير من الصغر تاعو، وكل ما وقعوش ليه بزاف تاع المشاكل في المسيره الكرويه تاعو، فكان كنا غادي نشوفوا نسخه كبيره من هذا اللاعب، حيت عنده موهبه كبيره ولكن ما عرفش يستغلها مع الاسف. الاصدقاء وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا بزاف على الدعم تاعكم. اللي كنتي باقي مازال هنايا خلي واحد لايك وقول لي شنو من لاعب مغربي اللي بغيتي ندوي عليه في الحلقه الجايه. هادشي اللي كان معكم زهير صامد، تهلاو.